السلام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنقدم لكم هذا البرجر المنزلي اللي كيجي خطير بواحد العطريه ديال الدجاج اللي كتجي رائعه، كتجي احسن من ديال الزنقه وبزاف، وبواحد العجينه اللي كتجي خطيره، كتجي مقطنه من الداخل بحال ديال المحلات، واهم شيء اقتصاديه. ما عليكم غير دعمونا بواحد لايك وسبسكرايب وديروا شي كومونتير زوين. بلا ما نطول عليكم يلا نبداو المقادير وطريقه التحضير. غنبدا بالعجينه باش نخليها تخمر مزيان حيت كتخمر معنا 3 المرات. هنا غادي ندير تقريبا 2 ديال الكيسان كبار ديال الدقيق، ما يعادل واحد 200 حتى 250 غرام. غادي نزيد عليهم معلقه كبيره ديال السكر سنيده، الا كان عندكم العسل ضيفوه معلقه. غنزيد عليهم تقريبا واحد 4 ديال المعالق كبار ديال الزيت العاديه. صافي غادي نحاول نمزج مزيان داكشي. الملحه ما غاديش نضيفها في الاول باش الخميره تقدر تتفاعل معايا مزيان، نضيفها حتى تخمر ليا الخمره الاولى، عاد غادي نضيفها هي الدقيق. صافي هنايا مور ما ضفت داكشي وخلطته مزيان، غادي نزيد واحد البيضه. كتجيب لنا هاد العجينه هذه هشيشه، المهم غنزيدو بيضه، وغادي نزيد واحد الدانون مسوس. الا ما كانش عندكم ضيفوا الحليب، يعني حاولوا تعجنوا هاد العجينه بالحليب. انا هنا ضفت دانون مسوس وغادي نعجنها غير بالماء اللي يكون دافي. الا ما كانش عندكم ما كانش متوفر ضيفوا الحليب يكون دافي هو باش غادي تخلطوا هاد العجينه هذه. صافي غادي نمزج داكشي مزيان مع بعضياتو حتى يبدا ينسجم ليا. غير غادي نبدا نحس بالعجينه بدات كتجمع شي شويه. غادي نضيف ما يعادل واحد نص كاس ديال الماء اللي يكون دافي، درت فيه الخميره. الا كانت عندكم ديك الخميره الحبوب ضيفوا معلقه. صافي غادي نخلط مزيان، غنبدا كنخلط وفي نفس الوقت غنبدا كنضيف الماء اللي يكون دافي حتى تطلق ليا مزيان داك الخليط. بهذه الطريقه هذه جربوا هذا الخبز راه كيجي خطير بزاف. تقدروا ديروا ميني برجر مع دابا جاي رمضان تزينوا به الطبله ديالكم. كيجي هذا الخبز خطير، ماشي البرجر، تقدروا تعمروه باي حاجه، كيجي رائع واقتصادي بزاف. صافي هنا كما قلت لكم نبقى نضيف الماء تقريبا. هنا ياخذ ليا 2 ديال الكيسان ديال الماء، داك نص كاس ديال اللي درت فيه الخميره، وضفت واحد الكاسونس ديال الماء اللي يكون دافي باش الخميره تفاعل ليا. صافي غنخلط مزيان داك المكونات مع بعضياتهم حتى نحصلوا على واحد الخليط اللي يكون بهذه الطريقه سائل ما يكونش مجموع. صافي غادي نغلفوها بالسلوفان مزيان ونخليوها تخمر. انا بعد ما خمرات لينا المره الاولى غادي نضيفوا تقريبا واحد 2 كيسان كبار ديال الدقيق، وصافي غادي نبداو نخلطوا مزيان. غنجمعوا ديك العجينه بهذه الطريقه. نتوما على حسب الدقيق غادي تضيفوا حتى تحصلوا على واحد العجينه اللي ما تكونش قاصحه بزاف، يعني تكون خفيفه شي شويه بهذه الطريقه. صافي غادي نعركها مزيان، ندخل فيها داك الدقيق هكا، وصافي غادي ندير واحد البول وندير فيه شويه ديال الزيت، وغادي نغطيها المره الثانيه باش تخمر ليا. صافي بيد ما غادي تخمر غادي نمشي نوجد معكم الدجاج اللي كيجي خطير رائع بزاف وكيتحضر بسرعه. انا غادي نشد الصدر ديال الدجاج، غادي نغلفو بالسلوفان، وغادي نشد بحال واحد داك المطلق وغنحاول نضربو بحال هكا باش يرقق لي مزيان. موراها غنشد واحد طاسه ولا اي حاجه عندكم، ندير فيها داك الصدر ديال الدجاج بعد ما تطلق ليا مزيان. صافي غندير في العطريه نص معلقه ديال البزار، راس ديال معلقه ديال الخرقوم، نص معلقه ديال سكينجبير، وغادي نضيفو شويه ديال الملحه على حسب الذوق ديالكم. غادي نضيف عليهم واحد شويه ديال الزيت تقريبا واحد المعلقه صغيره. غنضيف هنايا شويه ديال الخل، ما يعادل واحد راس معلقه صغيره د الخل، كيجيب لنا الدجاج ديالنا هشيش. صافي هنايا كان عندي شويه ديال المايونيز، ما كانش عندكم بلا ما ديروا، كان عندي شي شويه قلت نضيفو. صافي موراها غادي نحاول انني نخلط هادشي مزيان حتى داك الدجاج يشرب ليا مزيان دوك المقادير. هنا نسيت ما قلت لكم ضفت واحد الراس ديال الثومه، واحد الفص يا ربي، فص ديال الثومه حكيتو وضفتو. الا كانت عندكم الثومه بودغ دير واحد 4 معالق ديالها، المهم على حسب الدجاج اللي عندكم. صافي انا غادي نخليه حتى يشرب لي ديك العطريه.
هنا العجينه ديالي خمرات المره الثانيه، غنشدها نطلقها في واحد السطح اللي يكون نقي. غادي ندير شويه ديال الزبده، تقريبا واحد 2 معالق كبار، وغادي نحاول نخلط مزيان ديك العجينه. حاولوا تدخلوا فيها مزيان ديك الزبده. في الاول العجينه غادي تولي مطلوقه مزيان، صافي حاولوا تدخلوا مزيان فيها ديك الزبده. مور ما تدخل حاولوا تشدوها وتطلقوها بواحد الشكل اللي يكون طويل بهذه الطريقه هذه، وجدوا واحد شي حاجه باش كتقطعوا وقطعوها على حسب القياسات اللي نتوما بغيتو. المهم تحاولوا تقطعوا. انا هنا تقريبا عطاتني واقيلا شي 7 ديال الخبيزات ولا 8، مبقيتش عاقل. المهم راه كتعطي كميه كبيره. هنايا صافي كما قلت لكم انا طلقت ديك العجينه ودرتها بداك الشكل. غادي نبدا كنقطعها بالموس، يعني صافي نقطعها على شكل دوائر اللي بغيت انايا. ولا كانت غتبدا تلتصق لكم ديروا شويه ديال الزيت باش ما تلصق لكمش في يديكم. صافي هنايا غادي نبدا نشكل الدوائر ديالي بهذه الطريقه عادي. صافي ما درت لا ميزان لا حتى شي حاجه، بديت كنشكلهم غير يعني ميزاني جاوني تقريبا قياس واحد. صافي هنا كنبداو نشكلوهم بهذه الطريقه العاديه، كنحاولوا نجمعوهم مزيان وكنشكلوا دوك الدوائر ديالنا. المهم غادي نشكلوهم، نشدوا واحد الصينيه اللي كتدخل الفرن نديروا فيها بابي كويسون، وغادي نديروا دوك الكويرات ديالنا. غادي نبداو كنقرصوهم بشويه، ما تقرصوهمش بزاف، غير شي شويه غير هبطوا بحال هكا. صافي غادي نحاول نقرصوهم كاملين بهذه الطريقه هذه، وغنخليوهم يخمروا المره الثالثه. يديروا هذه الطريقه راه تيجيو خطار. هاد الخبيزات ماشي غير ديال البرجر، اي حاجه راه تقدروا تاكلوهم غير هكاك. تقدروا ديروا بهم ساندويتشات الا بغيتوا، بحال دابا ديروهم طوال ما ديروهمش دايرين وديروهم ساندويتشات تعمروهم. كيجيو ما تشبعوش منهم، واعرين وكيجيو مقطنين من الداخل، ما كيجيوش معجنين، كيجيو رطب وحسن من ديال المحلات، واهم شيء اقتصاديين بزاف. صافي هنايا كنحاول انني نهبطهم بهذه الطريقه هذه، ما كنقرصش بزاف شي شويه باش يخمروا ليا عاوتاني. مور ما غادي نقرصهم بهذه الطريقه غادي نخليهم يخمروا ليا المره الاخرى. صافي نغطيوهم بشي حويجه وغادي نجي نقلي معكم داك الدجاج اللي وجدت قبيله. واحد المقيله درت فيها الزيت تسخنات. صافي غادي نبدا نقلي فيه دوك الطريفات ديال الدجاج، كيجيو بنان واعرين ما تشبعوش منهم ديال بصح، كيجيو خطار، يجربوهم. صافي غادي نحيدهم. هنايا راه خمرات لي عاوتاني العجينه المره الثالثه. نشد واحد البيضه، صافي غادي نبدا ندهن بها دوك الخبيزات ديالي بهذه الطريقه هذه. مور ما غادي ندهنهم غنحاولوا نزينوهم اما بالزنجلان اما اي حاجه عندكم متوفره في الدار، زينوا بهم. كاين اللي كيزينوهم بالشوفان. المهم حنايا غادي نديروا الطريقه العاديه ديال خبز البرجر. غادي نحاولوا نزوقوهم بشويه ديال الزنجلان. انا كان عندي الزنجلان العادي، الا كان عندكم الزنجلان الابيض ديروه. صافي هنايا كما كتشوفوا انا بديت كنزوقهم بالزنجلان ديالي. نسخنوا الفران، غادي نخليوهم يطيبوا تقريبا واحد 20 حتى 25 دقيقه من التحت، ومن الفوق يكون مشعل الفران. صافي كيتحمرونا من التحت وكيتحمرونا من الفوق وكيوجدوا كيكونوا خطار واعرين. يا جربوهم ما تشبعوش منهم. نتوما كما كتشوفوا كيجيو بحال هكا محمرين وزوينين ورطب. فاش كتحلوهم كيجيو من الداخل قطنيين، والله الا خطيرين بزاف. غير جربوهم واقتصاديين. حاولوا تعمروهم لوليداتكم باي حاجه. المهم هنا صافي بعد ما وجدوا حاولت نعمرهم بداك الدجاج اللي درت شويه د المايونيز، مطيشه مقطعه، الفرماج والخس، وصافي جاو بهذه الطريقه هذه. كيجيو بنان واعرين خطيرين. جربوهم وردوا عليا كيفاش جاو. كنتمنى تشجعونا بواحد لايك وسبسكرايب وديروا شي كومونتير يكون زوين بحالكم. وما عليا نقول لكم تلاقاو فيديو جديد وفوصله جديده. تهلاو فراسكم.